هو ليه الناس بتحب باتريك باتمان؟ في فيلم امريكان سايكو اللي نزل سنه 2000 بطوله كريستيان بيل، كان بيجسد فيها شخصيه واحد اسمه باتريك باتمان، شخص مجنون سايكوباتي كده. الشخصيه دي عملت كل حاجه ممكن تخلي اي بني ادم في الدنيا يكرهها. الراجل قتل له في الفيلم بتاع 20 واحد طول ما هو ماشي، منهم شحات وكلبه في الشارع. طب ايه ذنب الكلب؟ طيب مبدا الرفق بالحيوان يعني وكده. اجر واحده ومارس معاها مش عارف ايه كده وبتاع، وبعد كده قتلها باللي هو الشنيور ده اللي هو بيقطعوا بيه الخشب في الاخر. فجر عربيه بوليس بمسدسه. الصراحه رياكشنه في الحته دي كان بيضحك الصراحه، ولكن برضه جريمه يعني. اول الفيلم جاب صاحبه عنده البيت وقتله بالفاس. بعد كل ده في ناس بتحب الشخصيه دي. لا وكل ده عشان ايه بقى؟ عشان مشهد كان قاعد فيه مع صاحبه اللي هو قتله بالفاس زي ما قلت لك. رياكشن كده عمله في المشهد ده، فالناس قامت واخداه وقامت حاطاه على فيديوهات بقى لها علاقه بالايه، بالرجوله والحركه الجدعانه ومش عارف ايه وحاجات زي كده. الحركه لما انشهرت اكتر في تيك توكرز خدوها زي سيجما مثلا وبدا يقلدها اكتر، انشهر الرياكشن ده وانشهرت معاه الشخصيه. في ناس ولا عارفه اي حاجه، في ناس ارتبطت بالشخصيه وشافت ان الشخصيه ديت يعني قويه ورجوليه